صباح الفل عليكم كلكم يا جماعة، اخواتي وحبايبي كل الناس اللي بتتابعني. كنت عايز احكي لكم قصة بسيطة كده ليها اثر عظيم في نفسي النهاردة. هي حصلت لي من زمان، ولكن علشان تفهمها وتعرف تأثيرها لازم تكمل الفيديو للنهاية. ولو عجبتك القصة واستفدت منها بأي شيء اعمل لايك وشير، واللي أول مرة يشوفني اعمل متابعة للصفحة. القصة هي ان انت، او المعنى المرجو منها هي ان انت لو عايش من غير خوف هتعيش حياتك بلا حدود. لو عايش من غير خوف هتعيش حياتك بلا تردد، بلا نفاق، بلا ممانعة لأي شخص في الحياة مهما كان هو هذا الشخص. وعلشان تعيش من غير خوف لازم تكون تملك قرارك، ولما تكون بتملك قرارك قبلها لازم تكون بتملك قوتك. طيب، وعشان تملك هذا القرار وعشان تملك قوتك، مين اللي بيمنح هذين الشيئين العظيمين اللي ممكن يخلوا اللي يهدوا حياة أي إنسان أو يخلوها حياة عظيمة وبلا حدود زي ما قلنا؟ هو رب الكون سبحانه وتعالى. العمل إنك تعمل بكد وجد ونشاط، إنك تتقي الله في نفسك وفي بيتك وفي أولادك. في الحالة دي ربنا هيرزقك قوتك بهدوء، هيخليك تملك قرارك. احنا الارض اللي بنصورها دي والمكنة المية دي او موتور المية ده، كنا في احد السنين وانا صغير كنا بنزرع الارض دي رز، اللي هو النهاردة بكام اللي يعرفه بكام يقول بقى. المهم والدي كنا بنعمل مشتل للرز ده، الناس الفلاحين عارفين هذا الكلام، بعيد عن الارض اللي بنزرعها رز. وبنيجي بعد المشتل ده او الشتلات دي ما بتكبر بنبدا نجيب عربيه كارو كده وحمار عزكم الله ونبدا ننقلها وننزل على الطريق اللي انتوا شايفينه ده، نفضل ماشيين كده فوالدي طلبني ان انا اساعده في احد الايام. انا كنت بتدلع على والدي وهنا بقى هي دي الفكره ودي القصه ودي الحكايه اللي انا عايز اوصلها لكم. كنت شايف ان انا اصلا من اصول انا فلاح، يمكن شكلا مش فلاح لكن اصولي انا فلاح اساسا وبعيش في الريف المهم جيت لقيت والدي بيشتغل المشتل ده بيبقى عامل زي لا عامل زي مش عايز اقول روبه خالص فانا جاي اساعد والدي، طبعا نازل بالشوز بتاعي. والدي قال لي ايه ده؟ ما انا مش تعبان في الشوز بقى. شايفين طبعا الميه الجميله دي، انا حبيت اوريها لكم. احنا بنملى، هي ظروف مشابهه لهذه الظروف انا بوريها لكم فالمهم انا نزلت مع والدي بالحذاء بتاعي. قال لي انت نازل بالحذاء؟ حد ينزل في المشتل بالحذاء بتاعه ومش عارف ايه. قلت له ايه قال لي ما انت مش تعبان فيه، وفي النهايه برضه انت مش نزلت اتغرست، طبعا طلعت رجلي من غيره قال لي هو ده بقى الصح، لما تبقى عارف الصح وتتقي ربنا في نفسك وفي مالك وفي شغلك ربنا هينجيك. المهم حملنا العربيه الكارو ومشينا اول مشوار بعد ما قلعت طبعا الحذاء وانا مش واخد، امشي بقى في الارض من غير في الارض او في غيره من غير حذاء فبدات ادوس على الارض. دي عربيه زي دي كده، الكارو دي كده، وجينا على حته ارض كنا بنزرعها هنا كده. شوف طبعا هتبقى الارض خشنه ازاي، يا دوب نزلت فيها من غير اشوف خشنه ازاي، نزلت فيها من غير الحذاء وبدا الدم يغلي في راسي. رحت ماسك الحمار اللي بيجر العربيه ورحت مشيه كده بعيد عني ورحت ماشي وسايب والدي. النهارده احنا بندور على ايه؟ انا طبعا مش مهتم بالزراعه ومش مهتم بالرز بقى اللي كنا بنزرعه في هذا الوقت في كل الحوض اللي انتم شايفينه ده. كل الناس هنا كانت بتزرع الرز ده. النهارده طبعا احنا بنجيبه بصعوبه ربنا يرزقنا جميعا. فالنهارده انا بقول لا، لازم نتقي ربنا في شغلنا. الفلاحه مش عيب، الزراعه هي الاصل. لما الناس